بعد 31 سنة شغل اكتشفت ايه في الاخر؟ شوفوا كده. نهاركم سعيد. هو انا اكتشفت بعد 31 سنه شغل ان الست مكانها البيت. والله العظيم كانك تقعدي في البيت، بلا شغل بقى، بلا كارير، بلا طموح، اقعدي في البيت، اقعدي في البيت حفاظا على صحتك وعلى بشرتك وعلى جسمك وعلى اتيتيودك وحياتك ومشاعرك وتصرفاتك اللي بعد فترة بيتحولوا دون ما تقصدي لطريقة تانية ولحاجات تانية بتتحولي لشخص آخر انت ما كنتيش حابة تبقي عليه نتيجة الاحتكاك والخبرات والحاجات اللي انت بتاخديها. وان في حاجة مهمة كمان، ان في بعض الذكور مش كلهم محتاجين يتعلموا الرجولة. والله يعني محتاج تبقى راجل، يعني انت راجل بس انت محتاج تتعلم بقى الرجوله يعني ايه. يعني محتاج تراعي بيتك ومراتك، ما تخليش مراتك تصرف على البيت ولا على عيالك. مراتك تقعد في البيت معززه مكرمه. هتقولي الحياه مشاركه ومش عارفه ايه، حلو تمام، بس مراتك تقعد في البيت. والله احنا خلقنا ان احنا نقعد في البيت مش عشان نشتغل ونتهان في الشوارع. ملهاش دعوه بالدروس بقى ولا بالعيال، هي تقعد في البيت، تقعد في البيت، ست معززه مكرمه قاعده في البيت. ومجموعه بقى الستات بتوع الكارير والنجاح والسلطه، ولازم تبقي انتي وما انا على فكره انا مش هيحصل لي حاجه لو قعدت في البيت، هفضل انا برضو. فمالكوش دعوه، مالكوش دعوه يعني. نادوا بهذه المبادئ وهذه الحاجات بينكم وبين بعضكم مع نفسكم، مالكوش دعوه ببقيه النساء الاخريات. وخليكم بقى يعني او اقعدوا في البيت، يعني جربي تسيبي الشغل وتقعدي في البيت. يعني جربي تعملي ده، والله هتلاقي نفسك اتبسطتي جدا. حاجه اخيره، ما تمشيش في الشارع وتتكلمي في التليفون او تعملي فيديو، عشان انتي في اشكال متسوله كتير. اعوذ بالعافيه. طبعا ده كلام صحيح جدا للمرأة اللي بتملك الاختيار، انما اللي نازلة مضطرة فدي بطلة اصلا وخارج المقارنة. علشان بس ما تزعلش لما تسمع الكلام ده، ابعتها لها.